السلام عليكم ومرحبا بكم عند شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا وصفات لذيذه بزاف وزوينه. غادي نصوبوا شوربه بالقرعه كتجي كتحمق حتى الناس اللي دايرين الريجيم. ان شاء الله غادي تعجبكم، خفيفه على حتى على المعده، والخدمه ديالتها والطريقه ديالتها بسيطه بزاف، ونبدلوا بها ان شاء الله الحريره ديال شهر رمضان. اهم حاجه فيها بزاف ديال الفوائد، وحنا عارفين القرعه الحمراء كلها تبارك الله ما شاء الله كلها فوائد، غادي تحتاجوها ان شاء الله وقيدوها عندكم. اما الحوتات اللي صوبنا في الفران جاو مذاق بنين والثمن رخيص، حوتات لذاذ بزاف وزوينين. المكونات باش خدمنا بهم مكونات كلشي عندنا في الدار، وغادي ندخلوهم الفران، والنتيجه غزاله بزاف، جاو مشويين بلا ليدان بلا زيوتات بلا قليان. غادي يعطيونا حوتات لذاذ بزاف وزوينين، وكما كتشوفوا معنا المنظر ديالهم كيشهي. اما الياغورت المنزلي صوبناه بواحد الطريقه كيجي تبارك الله كيشهي بحال اللي كاين في المحلابه، درنا معاه فواكه اللي عندنا في الدار. كنتمنى تجربوا هذه الوصفات. بالنسبه للمقادير ديال الياغورت كنحتاجوا نص لتر ديال الحليب، غنخويه هنا. اهم حاجه البنات الحليب خاصو يكون كامل الدسم. اهم حاجه البنات الحليب خاصو يكون كامل الدسم باش يجينا الياغورت عاقد، ما يجيناش خفيف. ان شاء الله تبعوا معايا المقادير. عندي هنا واحد ياغورت يكون عاقد بحال هكا، يكون جامد بزاف باش يعطينا نتيجه زوينه. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال الحليب بودر، والسكر كيبقى على حسب الرغبه. غندير انا 4، وغادي نزيد هاد الحليب نصف لتر. نص لتر، هذا بارد. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يتحل هذاك الحليب ويتحل الياغورت. وبالنسبه للياغورت البنات ما تستعملوش الكريمي، لا، كاين واحد النوع زوين هو اللي كيكون لذيذ بزاف وكيجمد لينا الياغورت، راه شيماء غتقولوا لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. تخلطوا المكونات مزيان، غادي نزيد عليهم نص لتر الحليب اللي سخون فايض. قبل ما تطلعوا الغليه، قبل ما يطلع ديك الفايده حيدتو، وإلا طلعتكم هذيك الغليه حاولوا تصفيو، تحيدوا ديك الفراره اللي كتكون فيه. صافي. دابا غادي نخلط مزيان ونوجد الكيسان. خديت هاد الزليفات هادو ودرتهم في هاد الكريطينه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاله اللي كتجمد الياغورت، ياخذوا بحال هكا واحد الكريطينه ونديروا فيها الكيسان. صافي غادي نهز دابا. انا غادي نعمرهم ان شاء الله، نوريكم الطريقه كيفاش نقادوا هاد الكريطينه. كناخذ بحال هكا الزليفه، وكناخذ هذا البنات هذا بلاستيك وكنغلفهم بحال هكا مزيان باش يبقاو دافين مزيانين حتى كنكمل كامل هاد الكريطينه. وكناخذ بحال هكا شي ورقه باش كندفيهم وكنغطيهم بشي زويف ولا مانطا ولا فوطه. المهم خاصهم يدفاو باش يروبوا ويجيونا زوينين. وشحال ديال الوقت؟ 8 ديال السوايع بحال هكاك، 9 ديال السوايع على حساب الكوزينه واش سخونه ولا بارده. مثلا الصباح البنات ديروهم وما يجي الفطور يكونوا عندهم موجودين. بالنسبه للمقادير ديال الصوبه، كنحتاجوا واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه واحده. نزيدوا عليها بصله تكون مشلضه بحال هكا. نديروا كميه ديال الملح، معلقه ديال الزبده ديال الاكل. تقلات هي البصله ها اللون ديالها، ما خصهاش تحمر بزاف، عاد يذهب بحال هكا اللون يكون شويه صفر. صافي بركه. عندي هنا 2 بطاطات قطعتهم طريفات صغار. الشحاره البنات هو اللي كيعطينا المذاق في هذه الشوربه هذه. وعندي هنا كيلو ديال القرعه حمراء. حاولوا الا بغيتوا تاخذوا القرعه خذوها اللي كتكون حمراء بزاف وكتكون جديده. قطعتها طريفات صغار. الا كانت ما زويناش اللون ديالها باهت ما كتكون باسله القرعه وتبسل لينا الشوربه. غادي نخليهم نغطي عليهم ونخليهم شويه يتشحروا مع هاد البصيله والبطيطه باش يخرجوا لنا المذاق زوين. يعني مرحله التشحير ضروريه. يعني مهمه.
تحرات عندي الخضره، غادي نزيد الماء، القرعه كتطلق الماء، نزيدو شويه. غادي نزيد واحد شويه البزار. صافي دابا غادي نخليها طيب، نهزو شويه ديال القرعه وتبان لينا طابت، صافي نطفيو عليها النار باش نكملو. الشوربه طابت عندي الشكل ديالها، القرعه كتطلق الماء. غادي نزيدو عليها واحد جوج ديال المربعات ديال الفرماج. غادي نطفي النار وغادي نطحن هاد الصوبه او الشوربه. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال النشا ولا معلقه ديال الدقيق. غادي نزيد عليها شويه ديال الماء. طحنتها هاد الشكل ديالها. هاد المعلقه ديال النشا تقدروا البنات الا ما بغيتوهاش ما ديروهاش. غادي نزيدها هنا. نحركو مزيان. هذه الدور ديالها كتقل لينا الشوربه. نحركو مزيان باش ما ديرش لنا الحبيبات. عندي هنا ياغورت مسوس غادي نزيدو، كيعطي واحد اللذه زوينه. وانا متاكده البنات غادي تجربوا هاد الشوربه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. جربوها وردوا علينا في لي كومونتير، كتجي لذيذه بزاف. صافي البنات غادي تطلع على الغليه، صافي نطفي عليها. هذيك الساعه صحوا الذوق، زيدوا شويه الملحه. الناس اللي كيبغيو شويه البزار يزيدوا شويه، حتى الناس اللي كيبغيو المذاق ديال الكوزه يديروا حكه وحده ديال الكوزه الكبيره. صافي البنات انا غادي نطفي عليها. بالنسبه للمقادير ديال الحوت، عندي هنا جوج حوتات. اهم حاجه البنات في الحوت واخا يكون رخيص خاص يكون جديد. هانتوما العين ديالو والداخل تيكون بحال هكا ابيض وما فيش الريحه ديال الحوت. والثمن ديال هاد الحوتات البنات 600 ريال الكيلو. هادو بجوج ب30 درهم. 30 درهم. تيقولوا حلامه. عندي هنا العطريه 4 سنينات ديال الثومه محكوكين. عندي هنا معلقه بهاد التقاده هادي ممسوحه ديال الخرقوم بلدي، معلقه مقبه ديال الفلفله حلوه، ومعلقه بهاد التقاده ديال سكينجبير ممسوحه، وشويه ديال الثومه بودر، ومعلقه ممسوحه ديال الكمون، ومعلقه ممسوحه ديال البزار. ما نكثروش العطريه وما نديروهاش قليله عاوتاني بزاف. معلقه ديال الهريسه. وديما البنات الهريسه والحار كيبقى على حساب الافراد ديال الاسره. الربيع انا البنات كنطحنو جديد، كندير الحوت شرمولات الحوت كنطحنو جديد، ما كنبغيش الكونجلي بحال هكا. نديرو كميه تكون مزيان. وقزبر ومعدنوس. شويه الملح. غنزيد واحد الكميه ديال الزيت. البنات اللي عدد الافراد الاسره ديالهم قليل يديروا غير حوته وحده بحال هكا. العصير ديال الحامض. العصير ديال الحامض مهم بزاف في الحوت، كيعطي واحد اللذه. هاد الشرموله البنات غنزيد فيها واحد شويه الماء. غادي نزيد شويه ديال الماء هكا باش تخلط ليا شرموله. وانا ديما البنات كندير واحد المعلقه ديال الخل. الناس اللي ما بغاوش ما يديروش، كتعطي واحد اللذه زوينه للشرموله. الشكل ديال الشرموله هي هذه البنات، كتكون بحال هكا، كتكون لذيذه. غادي ناخذوا الحوت غادي نشرملوه هنيت. والناس اللي كيبغيو الملون يقدروا يديروا الملون اصطناعي. اللي كنركزوا عليه البنات خاص الحوت يكون جديد. حتى هكا كتوركوا على الحوت بحال هكا البنات، كتخشيو هكا صبعكم. هانتوما انا كنورك على جهدي، كيبقى اللحم واقف والريحه ديال الحوت كتعطي بحال شكل الريحه ديال البحر. حيدت لهم هاد البلاصه هادي، حيدتها البنات وغسلتها بالماء والملحه. والتشليله الاخرى راه شللته بشويه الماء والملحه. هذه البنات كنديرها في الحوت دائما. هاد الشربوله البنات غادي نزيد عليها الحامض مصير. خديت نص حامضه مصيره وقطعتها طريفات. غادي نعمر بها الكرش ديال الحوته هكا باش تعطيني واحد اللذه زوينه.
خديت انا اللاطه وفرشت لها هاد الورق، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت هاد الحوته هكا. غادي ناخذ الموس او السكين وغادي نذبحها بحال هكا. حوته جديده تبارك الله. هانتوما اللحم ديالها ابيض. ندخل هاد الشرموله بحال هكا. وما تنساونيش البنات بلي لايك او البصمه. لاي لايك كتشجعني وكتخليني نصور لكم بزاف ديال الوصفات. صافي هذاك الربيع اللي خرج ليا من الكرش ديال الحوته كندير ليه بحال هكا. وغادي ناخذ واحد شويه الهريسه وندهن. صافي ندير فوق منها واحد الخويط ديال الزيت وندخلها للفران طيب على عافيه متوسطه. الحوت دغيا كيطيب ندير خويط ديال الزيت وغادي ندخلها للفران. كما قلت لكم الفران يكون من الاول سخون. ندخلوها الفران على عافيه متوسطه. الحوت ما كيبغيش يطيب بزاف في الفران، الا طاب كيولي عندنا ناشف. عير يبان لينا اللون ديالها غادي يبدا يبيض، صافي يبانوا لنا بحال هكا من عينيها ويبان لينا الشكل راه طاب. هاد البلاصه كتبان لكم بحال اللي تحلات هنايا ديال الظهر. صافي نخرجوها. بالنسبه للبنات الطياب مهم بزاف. حنا عارفين الحوت ما كيبغيش يطيب بزاف في الفران. غادي ندخلوها عافيه متوسطه. تبان لينا الحوته شدات وطابت، راه كيبان لينا هاد الفليحات بحال شويه وساعو واللون ديالها تغير. صافي نخرجوها. وكيف ما كتشوفوا معنا بساط بزاف الوصفات، ولكن بنان بنان بنان. كنتمنى تجربوا هاد الحوتات اللي دخلنا الفرن او الفرن. حوتات بساط، النتيجه ديالتهم غزاله بزاف، بلا زيوت بلا ليدان بلا كثره القلي. عطاونا حوتات مشويين وبنان بزاف، واهم حاجه حوتات رخاص حتى في الثمن. تبارك الله ما شاء الله، راه يوكلوا عائله. الشوربه اللي صوبنا شوربه غزاله ان شاء الله غادي تحتاجوها في شهر رمضان. كلها فوائد وفيتامينات. وحنا عارفين القرعه الحمراء تبارك الله ما شاء الله، واخا تضلي تشربي منها زلافه ولا جوج ما كتنفخش المعده، ونفس الوقت لذيذه بزاف ورخيصه حتى في الثمن. الا صوبنا تبارك الله راه كما شفتوا كميه كثيره كتخرج لينا هاد الوصفه. اما الياغورت المنزلي حتى الخدمه ديالته بسيطه، حتى في الليل ان شاء الله وتقاديه وتصوبيه تلقايه موجود وتلقايه تبارك الله عاقد. واي فاكهه عندك في الدار غادي ديريها وغادي تحتاجوه ان شاء الله. غادي نحتاجوه في شهر رمضان مع السحور. كنتمنى هاد الوصفات يعجبوكم.